لاعبات الجيش الملكي يرفعن الراية المغربية داخل الأراضي الجزائرية بعد أن رفض النظام الجزائري رفعها، وحفيظ الدراجي يطالب بعقاب لاعبات الجيش الملكي. ولكن قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم رفع لاعبات الجيش الملكي للراية المغربية داخل الجزائر، قوموا بالضغط على زر اللايك واشتركوا في القناة، وقوموا بتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. رفعت سيدات فريق الجيش الملكي المغربي العلم الوطني في قلب الجزائر بعد تتويجهن بلقب كأس منطقة شمال إفريقيا. هذا الإنجاز لم يقتصر على الفوز باللقب فحسب، بل شمل أيضا التأهل إلى نهائيات كأس دوري عصبة أبطال إفريقيا. وجاء هذا التألق بعد أداء رائع في البطولة، حيث تمكن الفريق المغربي من تحقيق الانتصار في جميع المباريات الثلاثة التي خاضها. افتتح الفريق المغربي مسيرته في البطولة بفوز ساحق على الفريق الجزائري، حيث انتهت المباراة بفوز الجيش الملكي بنتيجة 4-0. ثم واصل الفريق انتصاراته العريضة بفوز كاسح أيضا على الفريق التونسي داخل الأراضي الجزائرية بنتيجة 5-0، قبل أن يختتم مشواره بفوز ثمين على الفريق المصري 1-0. ومن خلال هذه النتائج سجل الفريق المغربي 10 أهداف دون أن يستقبل أي هدف، مما يعكس قوة الأداء الدفاعي والهجومي للفريق. هذا الإنجاز لم يكن سهلا، خاصة في ظل الاستفزازات التي تعرض لها الفريق المغربي خلال البطولة، من بينها واقعة عدم رفع العلم الوطني المغربي في ملعب المباراة التي جمعتهم بسيدات فريق أقبو الجزائري. ورغم هذه الصعوبات أثبتت سيدات الجيش قوتهن وعزيمتهن، وهو ما شكل صفعة قوية لنظام كبرنات الجزائر وإعلامهم الفاشل. إن انتصار فريق الجيش المغربي بهذا الشكل هو دليل على أن العزيمة والإصرار يمكن أن يتغلب على جميع التحديات، وأن الرياضة يمكن أن تكون أداة قوية لرفع راية الوطن في المحافل الدولية رغما عن أنف النظام الجزائري.